مؤسسه القضيه الفلسطينيه. كل النقابات المهنيه في مصر انقذت نقابه الصحفيين من عام 41 من سنه نشأت النقابه، وبدات سنه فلسطين عام 48 بالصحفيين المصريين في اول صف يدافع عن الحق الفلسطيني. النقابه هذه شهدت مكانها العالي من الاحداث ومئات من وقائع امام الشعب الفلسطيني. نواصل ده ولن نتوقف ان قضيه الشعب الفلسطيني قضيه الشعب. طب في حراك على المستوى الدولي، يعني النقابه خدت اجراءات رسميه ومنشات خطبت منظمات حقوقيه؟ خطبنا مع كل المؤسسات الدوليه. بس فوكس يا اسطى. لا الفوكس تمام. العرب استنى وناخد موضوع تاني الكلام بالتدخل على الاقل حمايه الصحفيين اثناء هذه العمليه. عدد كبير من الشهداء الصحفيين في غزه لا يمكن يعني السكوت على هذا. نظن انه الان على المجتمع الدولي ان يتحرك على الاقل خلال الهدنه 72 ساعه لاستعاده ولو جزء صغير من حقوق الشعب الفلسطيني خاصه الصحفيين. كيف ترى تعامل الجانب المصري مع القضيه الفلسطينيه؟ بس كان في السياسه. طيب بالتاكيد يعني امبارح الهدنه 72 ساعه اللي مصر توصلت اليها لاول مره، نؤكد على هذا، لاول مره يكون هناك وفد فلسطيني موحد صادر بقرار من رئيس السلطه الفلسطينيه ويضم كافه الفصائل. هذا الوفد اللي بيضم اغلبيه من حركه حماس واغلبيه من الاجنحه الاكثر تشددا من حركه حماس. انا اظن انه التوصل لهذه الهدنه ووثيقه ال10 بنود المتفق عليها مع الجانب المصري هذا في رايي خطوه شديده الاهميه لمستقبل القضيه الفلسطينيه. الموضوع الان ليس فقط هدنه في غزه، الموضوع الان وهذا ما يفعله على الارجح المفاوض المصري والفلسطيني الان هو نقل القضيه من مجرد انقاذ غزه من عدوان الى تحريك نهائي وواضح للحل النهائي للقضيه الفلسطينيه. والجانب الاسرائيلي يريد ان يهرب من هذا، ولذلك بادر اليوم باعلان انسحابه المفاجئ قبل تطبيق الهدنه لكي يهرب من استحقاقات التفاوض حوالين الهدنه والتفاوض حوالين الشعب. لكن انا اظن ان الوقت قد مر على اسرائيل. الان الفلسطينيين لاول مره يتحركوا بصوره موحده، كل الفصائل موجوده معا تحت قياده السلطه الفلسطينيه. القاهره بتتفاوض بجانبهم. الوثيقه المتفق عليها تمت بين مصر واسرائيل، اسمها بين مصر وفلسطين. اسرائيل غائبه. هل ستاتي اسرائيل بوفدها؟ انا اظن اسرائيل تهرب الان من الحضور للقاهره وتحاول ان بالانسحاب الانفرادي او المنفرد ان تهرب من اي استحقاقات قادمه، لكن اظن استحقاقات قادمه. طب كيف ترى تعامل وسائل الاعلام المصريه مع القضيه الفلسطينيه وما يحدث في غزه؟ لابد يعني لست في مجال ولا يجب ان نقيم زملائنا، لكن نحتفظ بتقديرنا لهذا التقدير. لكن هناك خلط مصري عام بين سلوك لاحدى الفصائل وبعض الفصائل وبين القضيه الفلسطينيه. وانا اريد ان اذكر الشعب المصري بانه في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وبالتحديد بعد هزيمه 67 كان هناك مبادره اسمها مبادره روجرز، كان بيقدمها مساعد وزير الخارجيه الامريكي، وكانت بتقضي بوقف اطلاق النار بين مصر واسرائيل. وكانت مصر مكشوفه ما فيهاش دفاع جوي، والعمق المصري معرض لهجوم يومي من الطيران الاسرائيلي. الدولة المصرية برئاسة عبد الناصر قبلت مبادرة روجرز واعترضت عليها كل الفصائل الفلسطينية، وكان ساعتها ما فيش حماس، فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، وهاجموا الرئاسة المصرية هجوما عنيفا. الرئاسة المصرية استوعبت هذا الهجوم وقبلت هذا النهض الفلسطيني وقالت ان من حق الفلسطينيين ان ينقذونا ومن حقنا ان نقبل المبادرة. وبعد 6 شهور كانت مصر بنت خائط الصواريخ وخائط حرب الاستنزاف وخائط حرب اكتوبر بعدها.